عايز تحب صلاتك؟ بص، امشي بمبدأ ان الصلاة دي مش حاجة روتينية انت مجبر تعملها، لا خالص. على فكرة انت رايح تقعد مع ربنا شوية، تقعد معاه 5 دقايق. كتير عليه؟ لا مش كتير عليه، كتير على اللي خلقك. استعد للصلاة كأنك رايح تقابل حد بتحبه. روح وانت متلهف قوي. اللي يسألك رايح فين قول له رايح اقعد مع ربنا شوية. خليه احساس داخلي جواك. واول ما ترفع ايديك وتقول الله اكبر، ابتسم ابتسامة متلهف بيقابل حد بيحبه. على فكرة ده مش جنان انك تكلم ربنا، ده اللي خلقك، ده اقرب ليك من ابوك وامك. واقرأ كل كلمة بهدوء وبالراحة. الحمد لله رب العالمين. فحبيبك اللي خلقك يرد عليك يقول لك حمدني عبدي، عبدي شكرني وعرف ان النعمة اللي معاه من عندي. خد يا عبدي نعم كمان. الله الله. تكمل الرحمن الرحيم. حبيبك يرد يقول شهد لي عبدي إني رحمن رحيم. خد يا عبدي من رحمتي كمان. واسمع ربك بيرد عليك فتبتسم وتكمل مالك يوم الدين. ربنا يتباهى بيك قدام الملائكة يقول لهم عبدي شهد إني مالك يوم الدين. خففوا عنه في يوم الحساب حسابه. إياك نعبد وإياك نستعين. يرد ربنا صدق عبدي، عبدي صادق هو بيعبدني. خد يا عبدي حسنات وبيستعين بي. أنا معك يا عبدي. فتبتسم أكتر وتيجي لآخر جزء اهدنا الصراط المستقيم. فحبيبك يرد بس كده يا عبدي؟ عبدي طلب مني طلب وله ما طلب. الصراط المستقيم ده اللي هتمشي عليه يوم القيامة. كلما كان مستقيم كان وصولك للجنة أسهل. فتخيل ربنا بعزته وجلاله يرد يقول لك حاضر يا عبدي لك ما طلبت. الله. بعدين في مرحلة الاعتدال من الركوع لما بتقول سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد. ووقت السجود لما تهمس في بطن الأرض فيسمعك من في السماء قل له أنا بحبك، قل له أنا محتار، قل له عايز أقول لك حاجة وفضفض له. أيوة والله، احكي مع ربك وكلمه باللغة العامية. بص يا ربي عايز أحكي لك على حاجة، أنا حصل لي موقف. مفيش أحن من ربنا عليك، قرب منه مش هتلاقي غير كل حاجة حلوة بتحصل لك. وبس كده انتهت المعلومة. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات حاجة حلوة انت استفدت منها في الفيديو ده، ولا تبخلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.